اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، قدّر ولطف لكام مرّة، أنا مش عارف أعِد يعني، بس الحمد لله، الحمد لله ربنا ممشّيها معانا يعني إزاي ما أعرفش، إحنا بنلعب من غير مدرب، ومن غير معظم اللعيبة أشباح، ده إحنا بنلعب بمهاجم وأجنحة دجاج، يعني عارف يعني أنا كنت يعني هارجع تاني السنة اللي فاتت وأنا كنت باقول أجنحة الدجاج، هو تقريبًا نفس الأجنحة يعني ما اتغيّرتش، ما فيش أي جديد فيها. بن شرقي وتريزيجيه اللي زيادة وبيعملوا برضه في بعض الفترات وفي بعض الموسم ده أداء يعني كوميدي، أداء مزري، أداء ما فيهوش حتى ريحة إن أنا بلعب لنادي كبير، نادي الأهلي، نادي ما ينفعش إن هو يبقى بالأداء وبالسهولة واللعيبة تبقى أشباح كده في الملعب. بس هنقول إيه، الحمد لله والحمد لله. حسين الشحات أنقذ النادي الأهلي من هزيمة كانت هتدخلنا في دوامة رخمة وهتدخلنا في مواضيع رخمة، بس الحمد لله هو ده الأهلي. يعني هو ده الأهلي وده الزمالك حبيبي اللي بيرجع لك الثقة، بيدي لك بيقلب لك الموسم. يعني الزمالك لو كان فاز كان قلب الدنيا، هيرجعنا لسنة القضية طبعا مع الفروقات الكبيرة، بس أنا بتكلم كنفسية. لا الزمالك قال لك لا لا يا أخويا أهلي، لأ أنا كزمالك ما اقدرش اخليك تقع وتسقط، انت دايما في القمة. يعني الحمد لله اللي حتى الزمالك والمدرب بتاعهم ساعدنا كتير في الماتش ده بتراجعهم الغريب والعجيب ومع انهم في الهجمات المرتدة كانوا ممكن يقتلوا الماتش من بدري، بس طبعا جبن المدرب وجبن بعض اللعيبة طبعا، لان عندهم برضو لعيبة يعني برضو شبه عندنا، يعني مش هنكدب، بس اللي عندنا على الاقل كواليتي عالي، واحنا عارفين ان علي دول لسه بينسجموا مع بعض، لسه جايين جداد، لسه طبعا حتى القدام بتوعهم ما بيعملوش الحاجات اللي على التخنق. لا لا الاهلي الحمد لله ان هو عدى من الماتش ده. الاهلي لو كان سقط الماتش ده كنا هندخل في دوامة وحشة، وكنا هنرجع تاني لنقطة تحت الزيرو، هتلاقي بقى هجوم على الإدارة ويا لهوي ما كناش هنخلص. وانا اول واحد، انا اول واحد ههاجمهم دلوقتي، ده انا ههاجمهم دلوقتي واحنا كسبانين واحنا فرحانين. انا ما عنديش جو لا سيبنا ننبسط سيبنا نفرح، لا 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 لا، ده مش شكل النادي الاهلي، ده ما ينفعش يبقى مهاجم النادي الاهلي. مع احترامي محمد شريف كان راجل متألق وراجل انقذنا في فترات كبيرة، انما ده مش مستوى مهاجم نادي بحجم النادي الاهلي. بعد اذن طاهر محمد طاهر، مع احترامي للمدربين كلهم اللي بيلعبوه غصب عن اي حد، ده ما يليقش ان هو يبقى جناح. انا قلت لكم بيلعب في القلب ممكن نلاقي منه خطورة، نلاقي منه حاجات حلوة، انما جناح لا، صعب طاهر صعب كجناح.